يا ترى بتنهج من أقل مجهود وفحوصات القلب والصدر عندك سليمة؟ المشكلة ممكن تكون تقييد حركي في مفاصل ضلوعك. القولون أو ضغط البطن الزايد بيعطلوا حركة الحجاب الحاجز. الضلوع وقتها بتفقد مرونتها الطبيعية وما بتتحركش مع النفس. الرئة عندك سليمة تماما لكنها مش قادرة تمتد داخل قفص صدري، حركته محدودة. ببعض التقنيات اليدوية اللي اتعلمناها في طب الاستيوباثي بنعمل تحرير للمفاصل دي، وفي لحظتها المريض بيحس بسعة نفس ما كانتش موجودة قبل كده. نصيحتي ليك، انفخ بالونة 3 مرات كل يوم. ده تمرين ممتاز جدا لاستعادة مرونة الضلوع. بس تفتكر لو القفص الصدري فقد مرونته ممكن يؤثر على حركة كتفك ودراعك بالكامل؟ تابعوني الحلقات الجاية علشان نعرف لغز ألم الكتف. في طب الاستيوباثي بنتعلم دايما أصل الوجع وفصل الحكاية.